الله يسعد لي مساكم إن شاء الله. يسعد لي صباحكم بأي وقت ما بتشوفون. بس سؤال هيك بسيط: جماعة الأحرار والمتحرحرين وجماعة المندسين وجماعة الشبيحة والمؤيدين وجماعة هي الأزمة السورية بشكل عام، هدول السوريين بشكل عام. أخي سؤال ذو شقين. الشق الأول هو للأحرار وأحفاد يمان النجار. شو موقفكم أنتم بعد ما هلا الدول العربية استدعته لبشار الأسد، قالت له تعال تفضل عادي ما بيأثر، وتخلت عنكم، وكل العالم تخلى عنكم، وتركيا رح تتخلى عنكم بعد ما أردوغان يعطينا عمره؟ شو موقفكم؟ يعني من كيس مين هذا الدم اللي راح؟ سؤال عادي بكل بساطة، جاوبني عادي. يعني خدني على قد عقلي، تمام؟ من كيس مين هذا الشيء؟ الناس تدمرت مستقبلها، الناس خربت بيوتها، تشردت. من كيس مين هذا الشيء؟ نفس السؤال لك يا مؤيد يا شبيحي، يلي عم تتشبح وتعمل لي حالك انت ذو سيادة. م? وصرعتنا انه سوريا رجعت للجامعة العربية. رجعت الكهرباء يا ترى بعد ما رجعت سوريا على الجامعة العربية؟ رجع الدولار مثل ما كان؟ رجعتوا تدفعوا ليرتين ونص وخمسة للسيرفيس، ولا لازم تاخدوا معكم كوشة مصاري؟ اه، ولا مشان بنطلون، مشان بدك تشتري بنطلون بدك تاخد معك هيك سامسونايت؟ اه، شو يعني؟ من كيس مين هذا الدم اللي راح؟ انا هذا الحكي مو بس لجماعة الحرية وجماعة المؤيدين، هذا الحكي لكل العالم، لكل البشر اللي بدها تسمع هذا الفيديو. يعني الدم اللي راح، الدم السوري، من كيس مين هذا الشيء؟ الناس اللي تدمر مستقبلها من كيس مين؟ سؤال عادي ولو هيك من قهري عم بحكي، معلش. الناس اللي تشردت، والناس اللي انزلت، والناس اللي تبهدلت، والناس اللي انتعل أبوها، من كيس مين؟ مشان كم حر سرق سوريا وراح عاش بتركيا ملك بناله بيوت؟ ولا مشان النظام اللي مو همه شيء، ما طول الأزمة ما همه ولا شيء، هاي 13 14 سنة ولا همه أي شيء؟ لا وجع ناس، لا وجع. انا عم بحكيك على حياة انا، لانه لا هذا بيهمني ولا هذاك بيهمني. م? في ناس كتير بسوريا، كتير كتير، اكثر من 50% صدقوني هن على الحياة.